السلام عليكم. قلتي لي فاش حنا كنصليو بزاف ديال المرات شي صلوات نوافل بنية تحقيق شي حاجة، وديك الحاجة كيجينا غير التلميح انها ديالنا، ولكن ما كتجيش. اش كيعني هاد الشيء؟ علاش بعض المرات كيبان لينا التلميح وما كتجيش الحاجة؟ حيت راه ماشي كل تلميح يعني هو وعد من الله، فهمتي؟ بعض المرات كيكون غير احساس داخلي، فهمتي؟ كنحسو به حنا، كيكون يعني بحال شي تفسير شخصي، يعني فهمتيني، ديال دوك الاحداث، ولكن ماشي بالضروره كيكون هو علامه من الله، تيكون فقط تفسير ديالنا حنا. يعني دوك التلميحات بعض المرات كتكون نتيجه لتعلقنا الشديد بهذيك الحاجه، فهمتي؟ داكشي علاش كنشوفوا اي حاجه شفناها كتبان لينا كانها دليل على هذاك الشيء، فهمتي؟ يعني ربما الله سبحانه وتعالى كيجرب الايمان ديالك، فهمتي؟ الله تعالى كيختبرك، يعني واش غتبقاي موقنة به وبالحكمة ديالو واخا ما تحققاتش لك هذيك الحاجة. يعني هنا كيكون واحد الاختبار ديال واش كتعبدي الله لانه هو الله، ولا غير حيت باغي المقابل، فهمتيني؟ ربما هاد الحاجة ماشي مصلحة ليك، فهمتي؟ حيت الله سبحانه وتعالى هو اللي كيعلم الغيب، وكيبعد عليك شي حاجة اللي هو عارف، يعني فاش توصلي ليها راه تقدر تضرك من بعد، فهمتي؟ او لا تقدر تحيدك من شي طريق كانت غتكون احسن من هذا الشيء، فهمتي؟ داكشي علاش قال الله سبحانه وتعالى: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. يعني ربما الله سبحانه وتعالى غادي يعطيك شي حاجه احسن من داكشي اللي كنتي باغي انت. حيت بعض المرات الله ماشي كيحرمك من هذيك الحاجه، ولكن غير كيوخرك باش يعطيك شي حاجه ما احسن، فهمتي؟ ولكن في التوقيت ديالو ماشي في التوقيت ديالك، فهمتيني؟ حيت ربما الله سبحانه وتعالى اعطاك الثواب بلا ما تحسي، يعني اعطاك الاجر والثواب بلا ما تحسي. حيت دوك النوافل والصلاه والدعاء اللي صليتي راه ما كيمشيوش يعني هباء. علاش؟ لانه كيتكتب لك واحد الاجر كبير عند الله، فهمتي؟ وكيتصرف عليك البلاء، فهمتي؟ واخا تيكون واحد التاخر ديال الجواب لديك الغايه اللي كنتي باغي انت، ولكن راه حتى حاجه الحمد لله ما كتضيع عليك، فهمتي؟ يعني هذا الشيء ما كيعنيش انك تحبسي من الصلاه ولا انك تحبسي تطلبي الله، لا بالعكس، خصك تستمري، فهمتي؟ ولكن تبدلي النيه، فهمتي؟ يعني صلي حبا في الله ورضا به، فهمتي؟ ماشي فقط يعني غير على قبل داكشي اللي باغيه ولا على قبل داك الطلب اللي باغيه. وقولي في الدعاء ديالك: اللهم إن كانت هذه الحاجة خيرا لي فقربها لي، وقربني إليها، وإن كانت شرا لي فاصرفها عني، فهمتي؟ واصرفني عنها وارضني بما كتبت لي، فهمتي؟ واخا بعض المرات يعني هادشي كيألم، ولكن الإيمان الحقيقي كيبان في هاد اللحظات، فهمتيني؟ يعني فاش ما كتفهمش الحكمة ديال الله وكتقول واخا هكاك انا معاك، والثقة كلها فيك، فهمتي؟ كلها في الله سبحانه وتعالى.